بسم الله الرحمن الرحيم. احنا داخلين دلوقتي على مزرعة اللحوم او مزرعة تسمين العجول والماعز والخرفان الى اخره. كل ده ملحق بالمدرسة. المدرسة على مساحة 9 فدادين. انشئت سنة كام يا استاذنا؟ يعني ده المجزر. ده المجزر. وهنا المعلف اللي هو اكل لا مؤاخذة بالمواشي. اهو ايوه. ممكن سيادتك تصوره برضك، تصور ده اهو كده. ده اكل المواشي، ده العلف اكل طبيعي. عباره عن ايه بقى مكوناته؟ مكون من ذره وايه تاني حاجه؟ حته فوق فول سيوي. ايوه ورده. ده اللي بياكلوه الحيوانات او العجول، سواء كانت عجول ولا ده قصر على العجول بس؟ لا، العجول والخرفان. الخرفان اكلها حته فوق، حته فول غله قشر فوق. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طيب حاجات طبيعيه، مكونات طبيعيه نباتيه بس. لكن من ورا كده ندخل كده. تمام. هنا ده جزء التسمين، الجزء بتاع التسمين العجول. ده عجول ذكور. عجول ذكور بقري وجاموسي. ايوه يا ريس. وعزبات. العزبات اللي يعني ايه عزبات؟ عزبه اللي نتايه البقر اللي لسه ما خلفتش. اللي هي لسه ما خلفتش. ده الجاموس بقى. ما شاء الله. ده مصري. يعني انا فرق ازاي؟ دي سلاله مصريه. ده الجاموس المصري. سلاله مصريه اصيله. واللي هناك ده ايه، فريزيان اسمه ولا بقى؟ الجاموس ده كده خليط ده عزيز عليك ولا ايه؟ ليه بقى؟ طب ولما يتذبح هتعمل ايه؟ صوريني معاه كمان. يا سبحان الله. انا بصورك فيديو اهو معايا. ماشي يا رب. الله يبارك في عمرك يا رب. الله يكرمك. بص ده برضه ذكور بقري. ده جزء حلاق. ده خليط بين مصري واجنبي مش كده؟ ده خليط بين البلدي والفريزيان. بلدي وفريزيان. وده يفسر لون الجلد بتاعه. لون الجلد بتاعه. ده الحلاق. ده الحلاب. ده بس بتاخدوا منه اللبن بس. ده بتاخدوا منه اللبن بس. الحلاق 2 بس؟ 2 بس. هم كانوا ياما بس احنا صفينا. وفي هنا برضه الجاموس حلاق. صفيتوا يعني ايه؟ بعتوهم ولا ذبحتوهم؟ لا، ما نذبحوش اللبن يا ابني. امال بتباع؟ احلال وتنباع. ده الخرفان. دي بقى الخرفان. ده المكان الخاص بالخرفان. وهنا عندك انواع البرقي اللي هو برقي وفلاحي، وفي ماعز. وبرده تاني هنعيد ونكرر ان كل المكان ده تابع للمدرسة. وهنا بيبقى في حرية اختيار ان الناس تاخد اللحوم مذبوحة او صاحية وتذبح بمعرفتها. ودي عجول صغيرة بايه؟ بتعمل لها عملية تسمين توصل لوزن الذبح. وزن الذبح بيبقى كام كيلو يا ريس؟ يعني بداية من 300 350 كيلو. من 300 350 كيلو. ودي جاموسة حلاق برضه. ما شاء الله. دي نماذج تعليمية للطلبة. نماذج ايه يا فندم؟ تعليمية للطلبة. نماذج تعليمية اللي هي الحلاق او اللي هي في اخر المزرعة. جميع انواع الحيوانات. كلهم برضو الطلبة بيتعلموا. كل الطلبة بتتعلم. بياخدوا دروس تطبيقية عليها. معدل التغذية ومعدل التحول الغذائي ونسبة زيادة الوزن بمعدل كل 15 يوم بيزيد كام. كل الحاجات دي نماذج تعليمية للطلبة. تمام. فجميع الانواع موجودة، سواء غنم بري فلاحي ماعز. جميع الانواع. ذكور نتايات. بجميع الانواع.